لو انت طالب في الجامعة الفيديو ده ليك. في الفيديو ده هقولك على 3 مهارات هتطور نفسك فيهم جنب الدراسة. أول حاجة هتشتغل على الإكسل. تاني حاجة هتشتغل على اللغة. الحاجتين دول أساسيين عشان تقدر تشتغل. من غيرهم انت مش هتلاقي وظيفة، مش هتلاقي شغل من غير الاتنين دول. الاتنين دول حاجتين أساسيين في سوق العمل. تالت حاجة هتاخد كورس أو هتطور نفسك من اليوتيوب وتشتغل عليه في مجال تخصصك، سواء لو تخصصك محاسبة أو تخصصك برمجة أو تخصصك تحليل بيانات. أيا كان تخصصك اشتغل على الثلاث مهارات دول. بعد التخرج هتلاقي الموضوع ده فارق معاك جدا. يا جماعة ما تضيعوش سنين الجامعة وانتوا مش مطورين نفسكم، لا في اكسل ولا في لغة. هتندموا وهتضيعوا وهتتصدموا بواقع سوق العمل. سوق العمل عشان تنجح فيه الأساسي إكسل، الأساسي لغة، الحاجتين دول أساسيين. بالإضافة طبعا للتخصص لازم تكون فاهم في تخصصك وفاهم في الحاجة اللي انت داخل فيها، عشان لما تتخرج تلاقي بسهولة الشغل والحياة بعد الجامعة صعبة جدا وهتتصدم بالواقع. فاشتغلوا على الثلاث مهارات وإن شاء الله تنجحوا.